السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدينا ومستمعينا قناة جد في العارضة، بعدما استطاع النادي الأهلي أن يحقق فوزا غاليا على فريق تاونشيب في الجولة الثالثة بنتيجة 3-0، وقدر الأهلي بنسبة كبيرة أن يخرج من عنق الزجاجة بعدما تعادل مع فريق الترجي في الجولة الأولى والخسارة من فريق كامبالا سيتي في الجولة الثانية. إن شاء الله بعد الفاصل هنتعرف على ترتيب النادي الأهلي بعد الفوز على فريق تاونشيب. فاصل وهنرجع لبعض تاني. بعد ما استطاع النادي الأهلي أن يفوز على فريق تاونشيب بنتيجة 3-0 في برج العرب، أصبح النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق تاونشيب في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي فريق كامبالا سيتي في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بينما يأتي فريق الترجي في المركز الأول برصيد 7 نقاط. إن شاء الله بعد ما فاز الأهلي على فريق تاونشيب هنتعرف على موعد المباراة اللي جاية لي إن شاء الله أمام فريق تاونشيب في مباراة العودة، وسوف يلتقي النادي الأهلي في المباراة الثانية أمام فريق تاونشيب، وذلك يوم السبت 28/7/2018. نهاية لو الفيديو عجبكم أتمنى منكم تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا اشتراك على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.